السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أول شاشة بصورة أبيض وأسود بسيطة بتعرض صور باهتة لحد الشاشات الذكية اللي بتفتح لك عالم كامل من الترفيه بتخطيط زر. رحلتنا مع الشاشات بدأت من أجهزة ضخمة تقيلة واتطورت لشاشات مسطحة أنحف من الكتاب، ومع كل جيل جديد التقنية كانت بتغير شكل حياتنا. في الفيديو ده هنرجع بالزمن ونشوف مع بعض مراحل تطور الشاشات من أول لحظة انطلاقها لحد أحدث تقنيات ال 4K وال 8K. خليك معايا عشان تعرف إزاي الشاشة الصغيرة اللي قدامك بقت بوابة لعالم كبير ما بيقفش والتطور فيه مستمر، وهتكون أول حلقة من سلسلة تطور الشاشات من مواصفات ومميزات بشكل تفصيلي بسيط وسهل. أهلا وسهلا بيكم، أنا عصام محسن في عالم التكنولوجيا. ولو أول مرة تشوفني اشترك في القناة واعمل لايك وشير للفيديو وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. تطور الشاشات من البداية وحتى اليوم. البداية الأبيض والأسود. في أوائل القرن العشرين ظهرت أول الشاشات الميكانيكية البسيطة، كانت بتعرض بصورة ضبابية بالأبيض والأسود، والجهاز نفسه كان ضخم جدا وصعب التنقل. الناس وقتها ما صدقوش إن الصورة ممكن تتحرك قدامهم في الصندوق. وفي أوائل الخمسينيات بعد سنوات من الأبيض والأسود جت النقلة الكبيرة، الشاشات الملونة. في الخمسينيات بدأت الشركات تعرض أول أجهزة تلفزيونية ملونة، ومعاها اتغير كل شيء. المشاهد بقى يشوف العالم بواقعية أكتر، ودي كانت نقلة ثورية قوية في وقتها. خلال السبعينيات لحد التسعينيات بقت الشاشات أوضح والأجهزة نفسها أكثر انتشارا. ظهرت بتقنيات CRT اللي عرفناها زمان وكانت في كل البيوت، وبدأت البيوت تمتلي بالشاشات الكبيرة وقتها، والمشاهدة الجماعية بقت عادة في كل بيت. وبعدها انتقلنا إلى عصر الشاشات المسطحة من التسعينيات إلى الألفين. المرحلة دي غيرت شكل التلفزيون بالكامل، وبقت الشاشات المسطحة بتقنيات ال LCD والبلازما بوضوح HD وفول HD. خلت الشاشة أنحف وأخف وأسهل تحطها في أي مكان، وكمان بدأ يدخل في البيوت أحجام كبيرة للشاشات، بمعنى بقى في نظام سينما مصغر في بيوتنا. ودي كانت لحظة النهاية للتلفزيونات الضخمة القديمة اللي كانت في معظم البيوت، وننتقل لثورة قوية جدا واختلاف كلي في تقنيات الشاشات، وهي ال LED وال OLED. من ال 2000 إلى ال 2010 تقنية ال LED خلت الصورة أنقى، الألوان أزهى، واستهلاك للكهرباء أقل. وتقنية ال OLED بقى فيها سطوع أعلى وزوايا رؤية ممتازة وسمك نحيف جدا، كأن الشاشة فيها واقعية سحرية بتعرض عالم كامل. اليوم وصلنا لمرحلة الشاشات الذكية وشاشات ال 4K وال 8K. صورة تفصيلية أدق من خلال عيونك ممكن تلاحظها، والأهم الشاشات بقت ذكية، تقدر تدخل على الإنترنت، تشغل تطبيقات، تتحكم بصوتك، نظام محاكاة مع الشاشة، وحتى كمان تقدر توصلها بأجهزة البيت الذكية. كمان بقى فيها الذكاء الاصطناعي. وفي المستقبل احنا مش واقفين في التطور الشاشات لحد هنا. دلوقتي في أبحاث على شاشات قابلة للطي، قابلة لللف، وحتى شاشات شفافة. يعني اللي جاي هيكون أروع بكتير من اللي شفناه. وفي الختام، من الشاشات صغيرة بالأبيض والأسود لشاشات عملاقة ذكية بدقة خيالية. رحلة الشاشات ما خلصتش، ولسه المستقبل مخبينا مفاجآت أكبر. ولو عايز تعرف أكتر عن عالم التكنولوجيا تابعني على قناتي على اليوتيوب، ولسه مكملين بسلسلة تطور الشاشات من مواصفات ومميزات. انتظروني في الحلقات القادمة.